الناس فرحت واحتفلت ونزلت الشوارع وتصورنا وفرحنا وخلق الله كلها اتفرجت علينا واحنا فرحانين بفوز ماتش واحد في كاس العالم. منتخب مصر بجد قدرها كسبت ماتش في كاس العالم هيأهلها لدور 32، وده اول مره يحصل في تاريخها، فالشعب المصري فرحان وحقه. حقكم تفرحوا، والله العظيم حقكم كشعب مصري تفرحوا، بس اللي مش من حقكم ان انتوا تقللوا من قيمتنا، لان الاعلام وصل لكم فكره ان الفرقه اللي انتوا شايفينها في الملعب دي ده اقصى امكانياتها، وده غلط، ده مش صح. احنا قاعدين وشايفين وبنفهم كوره، اللي ما بيفهمش كوره قاعد عليها بقول لك مش المفروض هم يكونوا متفاهمين مع بعض. الشوط الاول اللي لعبه منتخب مصر ده ضيعنا الدنيا. الشوط الثاني الوضع اختلف تماما. ليه؟ لان انت لعبت صح. كون ان انت عندك اللعيبه دي وبتعرف تلعب صح هتكسب اي حد. انت بادئ الماتش بمصطفى شوبير في الجون ده انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ بادئ بمصطفى شوبير، انت حاطط حيطه سد في الجون باني عليها كل اللي قدامهم بقى، يعني انت باني وخلاص، انت عملت جدار ورا بمصطفى شوبير وخد عندك بقى كل ما تتخيله عندك في منتخب مصر، نجوم وابو حمزه عبد الكريم ومحمد صلاح لعيبه باسمه تريزيجيه واحمد سيد زيزو وامام عاشور، لعيبه وزيكو، لعيبه جامده. انت ما تقللش من قيمه منتخب بلدك وما تقللش من قيمه لعيبتك. الوضع ده انا ساكت، خلي بالكم، ما رضيتش اتكلم ولا احتفل، انا ما عملتش زي ما الناس عملت. ليه؟ لان احنا عندنا اقوى من كده، احنا نعمل اكتر من كده. منتخب مصر يكسب الماتش اللي جاي ومنتخب مصر يوصل لادوار بعيده جدا ما حدش يتخيل ان هو يوصلها، باللعيبه دي، بالاداء ده، بالمدرب ده، بالروح دي. ما هم 11 وانت 11. فكره ان انت تنزل خايف منه او الاعلام يوصل للناس وللدول ان احنا قليلين ففرحانين ان احنا وصلنا لدور 32، مفيش الكلام ده. كابتن ابراهيم فايق واخواتنا الافاضل في البرامج التلفزيونيه موصلين للدنيا كلها ان مصر فرحانه بان هي وصلت دور 32. الكلام ده مفيش منه. احنا اقوى من كده بكتير ونعرف نعمل اكتر من كده بكتير. احنا مش قليلين في الكوره، احنا عندنا فرقتين هم الاقوى في القاره، الاهلي والزمالك. فمنتخبنا وحط بقى عليهم من اللعيبه يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بالله عليكم احنا مش صغيرين ولا قليلين، احنا كبار، يعني منتخب مصر كبار. لما تيجي تتكلموا ان انت بتنافس، انت عايز توصل للنهائي، انت عايز توصل لكاس العالم، انت مش فرقه داخله هتطلع من دور 32 ولا من دور ال 16 ولا مفيش الكلام ده. انت لما تتكلم ان انت عايز توصل للاخر عشان لعيبتك تبقى عارفه حجم مسؤوليتها. انما اللعيبه لما تلاقيك انت فرحان بماتش كسبوه وصلوا الدور 32 ممكن خلاص كده احنا مش عملنا لكم، حققنا لكم انجاز. هو ده الانجاز؟ لا ده مش انجاز. صباح الفل، انا صاحي رايق ومبسوط، وانت ربنا يبارك لك وتغير سير العربيه، وصباحكم زي الفل. وعايز امسك جمهور النادي الاهلي اروق عليه النهارده. ازاي؟ ما اعرفش، بسبب وبدون سبب. شكرا سبحان الله، معلش. ما هو انا اتكلمت في موضوع قبل كده وعملت فيديو ونزلته، واول تعليق كان من واحد اهلاوي قال لي ربنا ياخدك انت وهو، ورحت جاي ماسح الفيديو. شكرا، انت راجل محترم والله. طالما دعيت عليا ان ربنا ياخدنا انا وهو يبقى انت راجل محترم ومش فاهم كوره. فانا مسحت الفيديو وكنت هخبط راسي في الحيطه. بس بما انكم النهارده اعترفتوا بغلطكم كاخواتنا بتوع جمهور النادي الاهلي واعتذرتم، فانا لازم اطلع اتكلم في الموضوع ده. لان معلش يعني انا اسف، في لعيبه عندكم في النادي الاهلي لا يجرؤ مدرب انه يقعدوا دكه، لا يجرؤ مدرب انه يقعدوا دكه. قسما بالله اللعيب ده انا قلت ان هو اهم لعيب في النادي الاهلي، انا كعبد الله كزملكاوي، وعملت عليه فيديو 7 دقايق وجبت كل حاجه عنه من يوم ما اتولد، من يوم ما دخل نشير النادي الاهلي لحد وقت تصوير الفيديو. واول ما الفيديو نزل اول تعليق ربنا ياخدك انت وهو. بتكلم عن مين؟ بتكلم عن محمد هاني، اللعيب الوحيد اللي لا يجرؤ مدرب في النادي الاهلي انه يقعدوا دكه. امبارح مصر كلها بتقول لك محمد هاني وبتشيد بمحمد. انتوا لسه فاكرين محمد هاني؟ انتوا لسه فاكرينه؟ يا راجل بقول لك مفيش مدرب مسك الاهلي ولا المنتخب قعدوا دكه، ولا يجرؤ مدرب يقعدوا دكه، ولا في مدرب هيمسك الاهلي ولا المنتخب ويقعد محمد هاني دكه. انا عارف انا بقول لك ايه عشان انا راجل بفهم كوره. مالكش دعوه انت زملكاوي بقى، انا اهلاوي، انا اتحداوي، اسماعيلاوي، انت مالكش دعوه انا بشجع ايه. مالكش دعوه. انت ليك مني ان انا بقول لك الكلام اللي انا ربنا يحاسبني عليه يوم القيامه، الكلام الصح. في رقيب وعتيد بيعدوا لك الطلعه وانت نازله. قسما برب العزه اهم لعيب في النادي الاهلي بلا منازع، بلا مقارنه مع اي حد، محمد هاني. طب يا عم انت جبت قناعتك منين؟ ده بيودينا في 60 داهيه. لان مفيش مدرب يجرؤ يقعدوا دكه، هو حاجه اساسيه لا غنى عنها. سواء هو حلو او وحش، اللعيب ده اساسي في الملعب لا غنى عنه نهائي.
مفيش مدرب عربي او اجنبي مسك الاهلي ما لعبوش اساسي. مفيش مدرب عربي او اجنبي مسك المنتخب ما لعبوش. ما تقنعنيش، ما تحاولش معايا. انا انتصرت، انا كسبت. اللعيب اللي انا كنت بشتم من طوب الارض عشانه النهارده طوب الارض بيشكر فيه. ما انت بكره هتشتموه انا عارف، لان احنا كبشر كده. وجمهور الاهلي بالاخص عايز يكسب بس، عايز ياخد كل حاجه بس، ما يهموش اي حاجه في الدنيا، عايز ياخد البطولات وعايز يكسب كل الماتشات، وما يفرقش معاه لا لعيب ولا اداره ولا يفرق مع حد. بس انا كعبد الله يفرق معايا. انا يفرق معايا ان في واحد مهدور حقه في مصر اسمه محمد هاني. روح يا ابني ربنا يبارك لك، روح يا ابني ربنا يزيدك من نعيم الله، روح يا ابني ربنا يوفقك في حياتك. انا مش مستفاد منك بحاجه، ولا انا اعرفك ولا ليا علاقه بيك، بس انت اللعيب الوحيد اللي في مصر انا راهنت عليه وانا كسبت الرهان. وانت مية مية محمد هاني واسد. واي حد شتمك او اي حد اساء لك في يوم من الايام بيراجع نفسه دلوقتي، وعارف ان انت اهم واحد في النادي الاهلي واهم واحد في منتخب مصر، اهم من امام عاشور واهم من محمد صلاح. وبتحدى اي حد، ومعاهم زيزو كمان يا عم. يلا ولا هيهمني. ناس فرحت واحتفلت ونزلت الشوارع وتصورنا وفرحنا، وخلق الله كلها اتفرجت علينا واحنا فرحانين بفوز ماتش واحد في كاس العالم. منتخب مصر بجد قدرها، كسبت ماتش في كاس العالم هيأهلها لدور 32، وده اول مره يحصل في تاريخها. فالشعب المصري فرحان، وحقه حقكم تفرحوا. والله العظيم حقكم كشعب مصري تفرحوا. بس اللي مش من حقكم ان انتوا تقللوا من قيمتنا، لان الاعلام وصل لكم فكره ان الفرقه اللي انتوا شايفينها في الملعب دي ده اقصى امكانياتها، وده غلط، ده مش صح. احنا قاعدين وشايفين وبنفهم كوره. اللي ما بيفهمش كوره قاعد عليها بقول لك مش المفروض هم يكونوا متفاهمين مع بعض. الشوط الاول اللي لعبه منتخب مصر ده ضيعنا الدنيا. الشوط الثاني الوضع اختلف تماما. ليه؟ لان انت لعبت صح. كون ان انت عندك اللعيبه دي وبتعرف تلعب صح هتكسب اي حد. انت بادئ الماتش بمصطفى شوبير في الجون ده انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ بادئ بمصطفى شوبير، انت حاطط حيطه سد في الجون باني عليها كل اللي قدامهم بقى. يعني انت باني وخلاص، انت عملت جدار ورا بمصطفى شوبير وخد عندك بقى كل ما تتخيله عندك في منتخب مصر. نجوم ومواب وحمزه عبد الكريم ومحمد صلاح لعيبه باسمه تريزيجيه واحمد سيد زيزو وامام عاشور، لعيبه وزيكو، لعيبه جامده. انت ما تقللش من قيمه منتخب بلدك، وما تقللش من قيمه لعيبتك. الوضع ده انا ساكت، خلي بالكم، ما رضيتش اتكلم ولا احتفل. انا ما عملتش زي ما الناس عملت. ليه؟ لان احنا عندنا اقوى من كده، احنا نعمل اكتر من كده. منتخب مصر يكسب الماتش اللي جاي ومنتخب مصر يوصل لادوار بعيده جدا ما حدش يتخيل ان هو يوصلها، باللعيبه دي، بالاداء ده، بالمدرب ده، بالروح دي. ما هم 11 وانت 11. فكره ان انت تنزل خايف منه، او الاعلام يوصل للناس وللدول ان احنا قليلين ففرحانين ان احنا وصلنا لدور 32، مفيش الكلام ده. كابتن ابراهيم فايق واخواتنا الافاضل في البرامج التلفزيونيه موصلين للدنيا كلها ان مصر فرحانه ان هي وصلت دور 32. الكلام ده مفيش منه. احنا اقوى من كده بكتير، ونعرف نعمل اكتر من كده بكتير. احنا مش قليلين في الكوره. احنا عندنا فرقتين هم الاقوى في القاره، الاهلي والزمالك. فمنتخبنا وحط بقى عليهم من اللعيبه يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بالله عليكم احنا مش صغيرين ولا قليلين، احنا كبار. يعني منتخب مصر كبار. لما تيجوا تتكلموا ان انت بتنافس، انت عايز توصل للنهائي، انت عايز توصل لكاس العالم. انت مش فرقه داخله هتطلع من دور 32 ولا من دور ال 16 ولا مفيش الكلام ده. انت لما تتكلم ان انت عايز توصل للاخر عشان لعيبتك تبقى عارفه حجم مسؤوليتها. انما اللعيبه لما تلاقيك انت فرحان بماتش كسبوه وصلوا الدور 32 ممكن خلاص كده احنا مش عملنا لكم، حققنا لكم انجاز. هو ده الانجاز؟ لا ده مش انجاز.